كارلوس كيروش المدرب البرتغالي عنده واحد سجل خاص بزاف ضد أسود الأطلس. ربحنا في كان 2002 مع جنوب إفريقيا، وربحنا في مونديال 2018 مع إيران، وربحنا عوتاني في كان 2021 مع مصر. يعني 3 ديال الهزايم متتالية معه. دابا ها هو كيروش رجع لينا في كأس العرب 2025 في قطر مع منتخب عمان، ولكن كاين واحد الجديد كارلوس كيروش المدرب البرتغالي عنده واحد السجل خاص بزاف ضد أسود الأطلس. ربحنا في كان 2002 مع جنوب أفريقيا، وربحنا في مونديال 2018 مع إيران، وربحنا عوتاني في كان 2021 مع مصر. يعني 3 ديال الهزايم متتالية معاه. دابا ها هو كيروش راجع لنا كأس العرب 2025 في قطر مع منتخب عمان، ولكن كاين واحد الجديد مهم بزاف. هذه غتكون أول مواجهة له ضد مدرب مغربي وطني، وهو طارق السكتيوي اللي كيقود المنتخب الرديف. السؤال اللي مطروح على لسان كل شيء، واش هذا الماتش ديال كأس العرب غيكون هو نهاية هاد العقدة اللي دارها فينا كيروش؟ السكتيوي قدامه تحدي تاريخي يدخل للتاريخ ماشي غير بانتصار، ولكن بيكونه أول مدرب مغربي يقدر يربح كارلوس كيروش ويحيد ديك اللصقة النفسية من على ظهر المنتخب. الماتش غتكون فيه السخونية بزاف، والترقب غيكون واصل للسماء. كل شي كيتمنى أن أسود الأطلس يقلبوا الطاولة ويهنيونا من هذا المدرب البرتغالي مرة واحدة وإلى الأبد.